السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم مع وصفات مطبخ وأفكار أم لمياء. اليوم راح نشارككم كيفية تحضير كوكيز بطريقة سهلة وسريعة وغير بمكونات اقتصادية. راح نوجدوا هذه الوصفة، تبعوني شوفوا معايا مراحل التحضير على بركة الله. في الريسيبيون تاعي ندير حبة بيض بدرجة حرارة المطبخ، نضيف معها 1 باكي فانيليا مع نصف كاس سكر حبيبات. نخلط مليح حتى يذوب السكر معايا، ونضيف نصف كاس زيت نباتي. نخلط كل المكونات حتى ينسجموا مع بعض ويصبح معايا الخليط على شكل كريمة. ندير كمية من الفارينة مع ربع مغرف كبيرة خميرة حلوى ومغرف كبيرة كاكاو بني مر. نضيف معاهم مغرف كبيرة ماء الزهر ومغرف كبيرة حبيبات الشوكولا، ونجمع العجينة نتاعي بالفارينة. كل مرة نضيف كمية قليلة حتى نتحصل على القوام المطلوب. ونقول لكم اللي دخلوا اول مرة لقناتي مرحبا بكم معايا، ما تنساوش الاشتراك والاعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ومتابعي الافاضل نشكركم على تعليقاتكم الجميلة المشجعة، ودمتم معي اوفياء ان شاء الله. وبالنسبة للمشتركين الجدد نقول لكم مرحبا بكم معايا في عائلتي الصغيرة، ان شاء الله تكبر بكم، ونشكركم على الثقة اللي عطيتوها لي، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. هنا بلا ما ننسى درت رشة ملح، كان المفروض نديرها مع البيض في البداية. ونكمل نجمع العجينة نتاعي بالفارينة حتى نتحصل على هذا القوام اللي راهو واضح في الصورة. تكون عندنا عجينة لينة تتلاصق في اليد. ومباشرة نجيب السنيوة نتاعي اللي كنت فرشت فيها ورق الطهي، ونبدأ نشكل حبات الكوكيز. كمية العجين لنهار اليوم خرجت لي 20 حبة كوكيز. وباش تسهل عليكم الخدمة تقدروا تقسموا كمية العجين إلى 20 قطعة، ونحكم نكور كل قطعة عجين ونضغط عليها بين يديا هكذا باش تشكل معايا حبة الكوكيز. كما راكم تشوفوا الطريقة راهي واضحة. بعد ما نشكل كل العجينة اللي عندي نزين حبات الكوكيز كما راكم تشوفوا بحبات الشوكولا هكذا باش تاخذ معانا شكل الكوكيز اللي يتباع في المحلات. وندير السنيوة نتاعي داخل الفور اللي كنت شعلت عليه من قبل على حرارة 170 حتى 180 درجة مئوية. كي نشوف حبات الكوكيز تاعي تحمروا من الأسفل نطفي عليهم ونشعل لهم من الأعلى، ياخدوا تحميرة خفيفة ونطفي عليهم. وكما راكم تشوفون تحصلوا على هذه النتيجة. ونرجع ونقول لكم اللي دخلوا أول مرة لقناتي مرحبا بكم معايا، ما تنسوش الاشتراك والإعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. جربوا هذه الوصفة وخليوا لي رايكم في التعليقات، ونقسم معاكم حبة باش تشوفوها كيفاه جاية من داخل. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم للفيديو الجاي مع وصفة جديدة. نخليكم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.